عاوز تبدأ برمجة مش عارف تبدأ بإيه، بايثون ولا جافا ولا جافا سكريبت، وكل ما تسأل حد يدوخك أكتر. طب اسمعني بتركيز، في الفيديو ده هقول لك بكل بساطة تبدأ بإيه وليه، وكمان هخليك تاخد قرارك النهاردة من غير تفكير كتير. أول حاجة ما تفكرش كتير، خلينا متفقين إن البرمجة مش اسمه لغة وخلاص، البرمجة طريقة تفكير. يعني ما تشغلش بالك قوي بلغة البداية، لانك مع الوقت ممكن تتعلم كذا لغة. اتنين، عاوز توصل لايه؟ بص، الموضوع بسيط جدا، على حسب هدفك هتختار لغتك. لو عاوز تفهم البرمجة بشكل عام، ابدأ ببايثون، سهلة وسريعة وهتشجعك تكمل. لو هدفك تصميم المواقع، ابدأ ب HTML زائد CSS زائد جافا سكريبت، الأساسي لأي ويب. نفسك تعمل تطبيق موبايل، الأندرويد كلينتون، وللاي او اس اللي هو الايفون يعني سويفت. بتحب الالعاب، جرب سي مع يونايتي او سي بلس بلس. عاوز تشتغل في الذكاء الاصطناعي، برضه بايثون هي الملك. ما تنساش الك... ما تنساش الكمال، ابدأ. اكبر غلط بيعملها اي حد انه يفضل يفكر كتير وما يبدأش اي لغة هتتعلمها. اكبر غلطة بيعملها اي حد انه يفضل يفكر كتير وما يبدأش اي لغة هتتعلمها هتفيدك. المهم تبدأ وتطبق، اعمل مشاريع صغيرة، جرب بنفسك، ولو غلطت ده جزء من التعلم. مستني ايه؟ اختار لغتك وابدأ النهاردة، متخليش الحيرة توقفك. والبرمجة مش للعباقرة بس، دي لأي حد عنده شغف. قولي في الكومنتات هتبدأ بايه، ولو عندك سؤال انا معاك.